صور العنف هذه اللي راهي تحدث بين جارين ما يفرق بيناتهم والو. لماذا وصلت الامور الى هذا الحد؟ من المفروض عرس لما يلعبوا مباراه تاع كره القدم يجوا للنص منا ودوزيام تريبين يكونوا واللي يربح بصحته ويروح للدار، لكن الامور تجاوزت كل الحدود امام الصمت. مرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه قبل ما نبداو هذا الفيديو باغي نشكر جميع المغاربه اللي تابوناو في القناه ديالي، شكرا لكم. كنتمنى من جميع المغاربه اللي شافوا هذا الفيديو هذا ما غتخسروا حتى شي حاجه، عاونوا خوكم المغربي لان الجزائريين حتفوا لي القناه وعاودت هذا الجديد هذا. كنتمنى منكم الدعم، لايك الفيديو، اشتركوا في القناه، شي تعليق زوين بحالك واللي تفرج في هذا الفيديو بغيتو غير يبلبلوا عليا ديما مغرب في التعليق، لانه الخوتنا راه كيتفقصوا فاش كيشوفوا ديما مغرب. وتحياتي للمغاربه، تفرجوا في الاعلام الجزائري، الاعلام الكرغيني، يعني رونوها في البلاطو، وما تنساوش دعمونا في القناه. نتفرجوا الفيديو ونعلقوا عليه. والسماح وينديروا مبادره صلح ويدخلوا بعض السلطات المحليه من اجل باش يبانوا زعما في الصوره، باش يبانوا بانهم يقوموا باعمال خيريه. لا، قوموا بالاعمال الخيريه الان، رغم اننا نعلم بانكم تؤججون نار الفتنه بين لي دو غالري، وبالادله الدوله الجزائريه واقفه وعليها ان تتدخل لوقف هذا العنف، لانه هذا الناس هادو ابناء بلد. الاعلام الجزائري رونوها في البلاطو وبقى فيه بالحال، لان الفريق الجيش الملكي قدر انه يمشي للدور الثاني وبقى فيهم الحال وتصدموا وكيهضروا وعاوتاني نفس الروتين، نفس الهضره، نفس الحكم والقجع وبزاف ديال الحوايج. كتعرفوا الاعلام الجزائري حنا ما غنقولوا عليهم والو، ما غنجاوبوهمش، غنخليهم يهضروا لانهم معروفين بانهم ديما كيهضروا، ديما غادي يطيحوا بالمغرب. حنا اهم حاجه بان الجيش الملكي مشات للدور الثاني، والفريق الجزائري كنتمناو ليه حظ موفق. نتفرجوا في الاعلام الكرغيني ونعلقوا عليهم مره. العاصمه ايضا، لماذا؟ لانه اصبح غير مقبول تماما، وهكذاك حتى وما تجيش لا غالري نشاهدوا صور مثل هذه المجزره الملعب. وين رانا رايحين هكذا؟ خاصه وباش يدير شعبيه ربما عند الناس، يحب يبين روحه باللي هو زعما يحب الفريق اكثر من الاخرين، وحنا نحن له بالمرصاد، لانه الدوله الجزائريه فيها رجال ما يحبوش مثل هذه الصور. نسكن في الحدود، يعني في الحدود ما بين. نعم. كون الماضي رضوان الاشياء ما كانتش موجوده، ولا مره صرات في وقتنا حنايا ولا في وقت اللي قبل هنايا، رغم انه كان عندكم فرق عريقه وكان تلعب كره قدم. الغريب يعني تقريبا بلديتين تحكم فيهم دائره واحده اللي هي دائره تاع لوساندي. فريقين عريقان كما قلت انت، مدرستين يمدوا تقريبا عدد كبير بان الاعلام الجزائري ما قادرينش انه يقولوا الفريق المغربي، ما قادرينش يجبدوا المغرب في هذا البلاطو هذا. ماشي ما عمرو جبدوا المغرب وما قادرينش يجبدوا المغرب، لانه كيتفرض عليهم انه ما يمكنش يجبدوا المغرب في البلاطو الجزائري. الا جبدوها في الخسارات المغرب فاش كيخسر عاد كيقول خسارات المغرب وكيفتخروا بها وتيعجبهم الحال. ولكن فاش كتلقى الانجاز ديال المغرب ولا الفوز ديال المغرب ما تيقدروش انهم يقولوا المغرب. هذا هو الاعلام الجزائري، هذا هو الاعلام الكرغيني. واصلا الاعلام الجزائري الاعلام الوحيد في العرب انهم تيكرهوا المنتخب المغربي وتيكرهوا الانجازات ديال المنتخب المغربي. هو الاعلام الجزائري، ما عرفتش شنو هو السبب، ولكن اهم حاجه عند الجزائريين انهم المغرب يخسر البطوله او لا يخسر من كاس افريقيا او لا يخسر في اي ماتش انهم تيفرحوا. ما عرفتش شنو هو السبب. نكملوا الفيديو ديالو. الوطني في الندوه الصحفيه يشبه كثيرا يعني الواقع تاع الحقره. قال المدرب لم يحترم الجزائر. الحكم قصبة لم يحترم الجزائر، وهذه حقيقه. عدم احترام البلد. تعطيك صوره واضحه على ان الجزائر كرويا في الهيئات القاريه الدوليه لم تعد تزن شيئا، وهذه حقيقه مره. ولو ما استوعبناش الدرس وما استخرجناش الدرس من قضيه قاسامه وبقينا نتصارعوا فيما بيناتنا، نقعدوا نتحقروا وما يحترموناش الامم. هذه واحده. اثنين، كي نعاودوا نتكلموا على قضيه اللجوء الى الفيفا، من حقك انت ومن واجبك دير الركات، لانه العالم كله شاف فضائح تحكيميه، ولو انه هدف سليماني من زاويه جديده شفنا ربما ضربت فيه يده، ولكن هناك اخطاء كثيره وكثيره جدا تثير الجدل في قضيه قاسامه. اولا نطرح انا تساؤل،
لماذا اليوم الفاف، وكنا في حصه سابقه قبل ما يروحوا الله فيفا تحت الضغط الجماهيري، وربما ما كانوش متحمسين، ما كانوش مآمنين قادرين المباراه تتعاود، وكانه الضغط الجماهيري خلاتهم يحطوا لايكات. قال انا حطينا ما مش مآمنين كما قال الشيخ، ما ضربوه ماشي بقناعه، ماشي بقناعه، كيما تكونش بقناعه وما ديش الضغط الاعلامي. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه باغي نشكر جميع المغاربه اللي تابوناو في القناه ديالي، شكرا لكم على الدعم، شكرا على لي لايك، شكرا اي واحد يقدر يدعمنا في القناه. اليوم غادي نهضروا على هادشي اللي واقع ما بين المغرب والجزائر، ما غاديش نهضروا في الاعلام ولكن غادي نهضروا مع الجمهور، يعني الشعب الجزائري والشعب المغربي. واحد الوقت كانت الامور بخير وعلى خير، يعني كانت الامور بسلام، يعني ما كانش هادشي بحال دابا، يعني ما كانش هاد الحقد لا من الجزائر لا من المغرب، يعني كانت الامور بخير وعلى خير. ولكن فاش بدا كاس افريقيا في المغرب كانت الامور من احسن الحوايج، يعني شفنا الشعب الجزائري جا للمغرب كانت الامور بخير وعلى خير. امتى بدا هذا الشيء؟ حتى نهار لعبات الجزائر مع نيجيريا، يعني الجزائر لاعبين مع نيجيريا، وواحد الصحفي الجزائري قالوا بان المغرب لا، لعب الجزائر مع الكونغو الديمقراطيه، قال بان المغرب واخا تلعب مع اي وحده غادي نشجع ديك اي وحده. وناض الشعب الجزائري المغربي بقى فيه الحال، لانه استقبلوا الشعب الجزائري يعني بالاستقبال اللي زوين، استقبلوا بالاستقبال اللي رائع، يعني راه شفنا الجزائريين دخلوا للديور ديال المغاربه، يعني حيدنا ديك الحقد ما بين الجزائر والمغرب. ولكن فاش تقصت الجزائر امام منتخب نيجيريا بقى فيهم الحال، وانهم دايرين شي حوايج اللي ما كناش كنتسناوهم حنا كمغاربه. كنا كنقول بان الامور تقدات بخير وعلى خير، ولكن فاش خسروا ما بقاوش يعقلوا علينا. الجزائريين ما تيعقلوش على الخير، الجزائريين الا كنتي يعني هما كيبغيو واحد النوع اللي كيبغي من جهته، الا كان بانه رابح يكون ديالك، يعني غيعجبو الحال، كان خاسر ما غاديش يعقل عليك. هادشي اللي وقع للشعب الجزائري، يعني المغرب كان استضاف الجزائر والشعب الجزائري باستضافه حبا، يعني بين الشعب، خوا خوا كما كنقولوا، ماشي غير كنقولوا خوا خوا في المواقع التواصل الاجتماعي. يعني المغرب حط داكشي اللي عليه باش انهم يجيو الجزائريين ما يشوفوش يعني المغرب واحد النظره اللي هما كيشوفوها، يعني بغاو المغاربه يبدلوا النظره ديال الجزائريين. الناس ديال الجزائر كيعيشوا واحد العيشه تما في الجزائر، حنا عارفينها بان الضغوطات، بانه هما كيقولوا بان المغرب حاقع على الجزائر، بان المغرب ما مزيانش، بان المغرب كيدير بزاف ديال الحوايج، بان المغرب. ولكن فاش جاو الجزائريين لهنا، راه شفتوا بزاف ديال الجزائريين تيقولوا بان الفكره ديالهم من المغرب تبدلات. يعني المغرب كيحط لهم واحد الحاجه اللي حقيقيه ديال المغرب، شافوا البنيه التحتيه ديال المغرب، شافوا الانجازات ديال المغرب، شافوا اشنو وصل المغرب، اشنو داير المغرب، هما يبقى فيهم الحال. ورجعوا في نفس الموضوع، رجعنا لنفس السيستيم ديال 2010 2011 2012. يعني الجزائريين هما اللي بداو العداوه، وماشي هما، غنقولوا الاعلام الجزائري هو اللي بدا العداوه، بانهم كان في واحد الصحافه واحد الصحفي الجزائري قال لهم الجزائر المغرب واخا يلعب يعني لعب اي فريق غادي يشجع داك اي فريق، والمغاربه بقى فيهم الحال. يعني الجزائريين ما كانش على الشعب الجزائري انه يدير داك التصرف امام المنتخب نيجيريا فاش كانوا يجبدوا الفلوس ديال المغرب، يعني بانك توصل لديك الدرجه بانك تقطع الفلوس ديال المغرب. راه القانون كيعاقب اي واحد، وهذه البلاد هذه اللي داخل عندها خصو يدخل هو فرحان ويخرج هو فرحان، ماشي يدخل ويدير الكارثه وغنسمحوا ليه. هذه البلاد فيها قانون، فيها يعني راه بلاد. وكنشكروا بزاف السلطات المحليه اللي قامت بواحد الفعل اللي زوين من هاد الناس هادو باش ما يتعاودش هذا الفيلم هذا. وحنا كالمغاربه ما بقيناش بغينا الصراحه، بالنسبه لي انا وبزاف ديال المغاربه، ما بقيناش بغينا ننظموا شي حاجه افريقيا، شي حاجه اللي كتعلق بافريقيا ما بقيناش بغينا ننظموها. حاليا المغرب كيفكر بزاف ديال الحوايج، كيفكر انه يبني في اوروبا. ان شاء الله كنتمنوا ماشي انه نرجعوا لاوروبا، ولكن ان نستضفوا الدوريات الاوروبيين كالدوري كاس العالم للانديه، علاش لا، وكاس اسبانيا، ماشي البطوله، كاس الملك الاسباني. يعني بزاف ديال البطولات ان شاء الله الاوروبيين كنتمنوا ان شاء الله نستضيفوهم في المغرب، لانه حاليا حنا خرجنا من كاس افريقيا اللي كنا ديال النساء كنا غادي نشدوه، ولكن ما بقيناش غادي نشدوه واخا يكونوا العقوبات. حنا شفنا الكارثه اللي وقع في النهائي ديال كاس افريقيا في المغرب امام المنتخب السنغالي، وتعرض المنتخب المغربي اكبر شمته يعني من الدول الافريقيين، يعني خرجوا مورا المغرب، لان المغرب ما قدروش عليه. المغرب دابا كيعيش واحد الانجاز اللي تاريخي، واحد الانجاز اللي زوين، وكيبقى فيهم الحال يعني بزاف ديال الحوايج المغرب ما قدرش عليه حتى شي
منتخب اخر افريقي. الحمد لله شفنا بلد ديالنا البنيه التحتيه، شفنا بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء علاش حنا مفتخرين المغاربه. كنتمناو من بزاف ديال الحوايج يتصلحوا في المغرب، كالتعليم كالصحه، يعني كما تصلحت الكره. كنتمناو ان شاء الله يكون فوزي القجع في جميع يعني يكون في الصحه وفي التعليم، علاش لا باش انه حنا ان شاء الله نزيدوا لقدام. كنشكر جميع المغاربه اللي تابوناو في القناه، اللي كيدعمونا في لاشين، شكرا لكم على الدعم. وكنقول للشعب الجزائري انا كما حذفتوا لي القناه نقدر ندير القناه الثانيه الثالثه، انا ما كنديرش شي حاجه اللي خايبه. وتحياتي لكم والسلام عليكم.